السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا اخوان اينما انتم اينما كنتم. مش تكون تحبوا طائر الحسون. اليوم ان شاء الله تعالى راح نتحدث عن طريقة صيد ابو بريس داخل السلاكة، كيف اصطاد الابو بريس داخل السلاكة. طبعا قبل ما نتحدث لازم تعرفوا ابو بريس من الفواسق والمأمور بقتله، يعني تؤجر على قتله باذن الله تعالى، على قتل ابو بريس. وهو من الحيوانات او من الحشر او من الزواحف المضرة بشكل عام. لعابه مضر، هو مضر بحاله، حتى شكله بخوف ومضر. اقسم بالله بالنسبة لي يا اخوان، يعني يمكن امسك حيه ولا اصيب ابو بريس، امسك افعى ولا اصيب ابو بريس، خلاص سبحان الله بقز منه وقز من شكله. مقرف، يعني شكله مقرف. طبعا هذا الفيديو بدينا على طلب اخونا حمزه من الاردن، جزاه الله خير. كان شايف تعليق احد الاصدقاء كيف اصطاد ابو بريس من داخل السلاكه، طبعا اعطانا فكره، واحنا اليوم رايحين ان شاء الله تعالى نطبق فكرته، او احكي يعني اعلق على فكرته. وانا من عندي حبيت اضيف اشياء، يعني اضافات بسيطه. يعني انا اخذت الفكره منه، بس انا حبيت اطبقها بطريقه يعني مش مغايره بشكل بسيط، يعني مغايره بشكل بسيط. طبعا ظهر امامكم تعليق اخونا حمزه. اخونا حمزه بيقول انك تجيب شقفه خشب او شقفه سرم اللي هو بلاط، وتحط عليها تدهن دبق الفيران اللي هو ظهر امامكم. هذا دبق الفيران يا اخوان، بعباره عن ماسوره، وتفتحها وتدهن الخشبه او دبق الفيران عليها، حتى ايش يلصق ايش فيها اللي هو ابو بريس. لكن انا يا اخوان اليوم جبت لكم مش الدبق، جبت لكم هذا اللي هو عباره عن الورقه اللاصقه اللي هي الاسهل. يعني خلاص انا بدل ما اجيب دبق واقعد ادهن فيه على خشبه ومش عارف ايش، لكن خلاص هي هذه عندي، هذه اللي هي الكرتون وموجود فيها لاصق. الحين نفتحها انا وياكم. طبعا شوف فكره اخونا حمزه، فكره اخونا حمزه بس بطريقه ان انا جبت هذه الكرتونه اللي عليها دبق جاهز هيك. بدنا نفتح هذه اللي هي هذه يا اخوان، هذه للفيران. طبعا هي الدبق عليها، شايفين الدبق؟ هذا دبق وبيجي الفار وبمسك فيه، بيجي الفار او اي شيء بمسك فيه، يعني دبق قوي. الان يا اخوان شو فكرته؟ انك تجيب قال لي صفار بيض او بيض خربان، بيض حسون. هاي انا عندي بسم الله ما شاء الله عندي بيض فاسد، طبعا اشي مات في البيض، اشي طبعا كل عند المربين مستحيل مهما تكون وتجتهد الا يظهر عندك اشياء مثل هيك، الا يكون عندك بيض خربان، بيض فاسد مش ملقح، بصير مشاكل معينه داخل السلكات كثير، حتى لو مهما اجتهدت وقمت في اشياء، ويعني خلاص هيك نصيبك. المهم الفكره انك تجيب بيض مثلا، او صفار البيض، يعني صفار البيض العادي اللي احنا بناكله، او قال لي انك تجيب البيض العادي حتى انك تغريه لان هذا بوكله. او مثلا خلينا نقول عندك حشره لقيتها ميته ووضعتها مهانه، ممكن يعني تحط هاي بيضه مثلا هنا، خلينا نقول شايفين بتلصقها هنا، تلصقها في هنا. لو حطيت اكثر من بيضه، بما ان عندك يكون كميه خربان، بيض حسون او بيض كنار او اي شيء فاسد، يعني ممكن تلاقي اذا ما لقيتش عندك ممكن تلاقي عند اصدقاء لك. هاي شايفين يا اخوان، وتضع هيك تضع. المهم انك تغريه حتى انه يجي عليه ابو بريس. الان الفكره، طب انا لو بدي اضعها داخل السلاكه هيك، طب لما يجي الحسون بيقف عليها بيلصق فيه وبموت. الفكره انك يا اخوان، فكره انك تضع داخل ايش؟ داخل قفص. هذه الكرتونه تضعها داخل قفص، بتشيل الارضيه. طبعا انا الحمد لله عندي اقفاص، لكن هذا القفص مش الي صحيح. الاقفاص اللي عندي اخذوهم اصدقائي لي واخوتي وراحن يعني، وحتى الان ما جابوا لي اياه. لقيت هذا القفص ما اعرفش كيف منين جايبينه، طبعا مش الي، بس بدي اسلك يعني اشرح عليه. المهم انك بتشيل الارضيه القفص. طبعا بيكون في ارضيات بتنشال، وبتضع جوا الكرتونه حتى انك تستطيع تدخلها. سكرنا على البيض انفقش البيض يا اخوان سكرت معنا الكرتونه، مش مشكله. المهم احنا نشرح الطريقه. هنحط بيض بدالها، ونحن رايحين نرميها كلها، يعني مش رايحين نستفيد منها كلها. هذا على حساب اخونا حمزه. اخونا حمزه بدفع حق التكلفه هذه الكرتونه طيب اللهم صل على محمد. هي حطينا بدالها انكسر البيض مش مشكله. هي حتى فيه مفرخ، شايفين باقي فيه مفرخ ميت. طيب تضع هذه الكرتونه داخل القفص، بتدخلها داخل القفص، انك لما تفك الارضيه وتدخلها وبتسكر القاع. ليش بتحط جوا القفص؟ حتى ان الحسون ما يصل إلها. اذا وصل الحسون لهذه الكرتونه، الحسون بيلعب في كل شغله ومسك فيها، بتلاقيه مدبق ريشه، وممكن تلاقيه يعني في احد الاصدقاء عندي بقى حاط للفيران عنده ومش حاط حاجز الهن ان ما يدخلش الحسون، دبق الحسون فيه ودقر فيه، ما قدرش يطلع من هذا الدبق، وظل تمات. ما لاحظ عليه صاحبه وظل الحسون تمات. فدير بالكم، بتحطوا هذه الكرتونه جوا القفص وبتحطوها. الحين مثلا بتحطها في منطقه وجود ابو بريس، ممكن تعلق مثلا، خلينا اورجيكم كيف. يعني ممكن خلينا نقول ابو بريس بيجي على الحيطه هذا، ممكن اعلق القفص هان مثلا، بعرف ان ابو بريس في المنطقه هذا،
بعلق القفص بحطها هنا، خلينا نقول هيك بدقها في مسمار بشغله شويه يا اخوان. هاي مثلا هيك كذا وبحطها هيك وبكون حاط جوا. بيجي ابو بريس بتطلع بدخل شوف البيض ممكن تغريه ويدخل ويمسك يمسك في ايش، يمسك اللهم صل على محمد في الدبق. واذا مسك في الدبق صعب جدا يطلع، صعب جدا جدا، خلص مجرد مسك الدبق فيه انت اصطدته. هذه فكره اخونا حمزه. بس اهم شغله انك يا اخوان تضع داخل القفص، ما تضع تخلي الحسون يصل اليه. هيك الحسون ما بيصل اليه، بس ابو بريس بيستطيع. شايفين ابو بريس هنا بيستطيع يدخل من الفتحات هذول يا اخوان. ابو بريس بيستطيع يدخل من الفتحات هذول، ويعني قلت لك اغري ببيض. اللهم صل على سيدنا محمد. بصفار البيض كمان قالنا اخوي حمزه، انا ما جربتش صفار البيض. اللهم صل على سيدنا محمد. عندك ممكن تضع له حشره ميته اذا بتلاقي حشره شغله، انه كمان بتغذى على الحشرات ابو بريس. فهذه طريقه صيد ابو بريس، لكن احرص كل الحرص عشان اكون انا برد دمتي منك. بدك تضع جوا قفص وما يصل الحسن الى قفص زي هيك، وتشيل ارضيته وتدخل هذه الكرتونه، هذه تدخلها اللي هي تاعت الفئران اللي بتصطاد فيها الفئران، تدخلها جوا تقبى داخل جوا. طبعا بتشكل قعيه وتدخلها وبتحطها عادي، وباذن الله تعالى بتصطاد ابو بريس. هذه فكره اخوي حمزه من الاردن، جزاه الله خير. هذا فيديو اليوم يا اخوان، اذا عجبكم تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.